السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. يلا نبدأ فيديو جديد مع بعض، فيديو المشتريات بتاعتنا بتاعة الأسبوع. تقريبا بنزله لكم كل تلات، أو إن شاء الله بعد كده هنزله لكم كل تلات بإذن الله. لما أجيب الخضار بتاع الأسبوع بتاعي بنشاركه كده مع بعض بالأسعار. وأتمنى بقى تشاركوني في الكومنتات على الأسعار بتاعتكم نفس الأسعار بتاعتي كده، ولا نضحك عليا ولا ايه بالظبط. تمام. يلا نبدأ الفيديو مع بعض بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اول حاجة هنبدأ بيها وهي البطاطس. انا بقالي فترة ما جبتش بقى بطاطس، كانت عندي والصراحة ما كانتش قد كده، يعني ما كانتش حلوة قوي، اللي هي تحمير، وانا بستخدمها تحمير اكتر لاولادي، اكتر من ان انا اعملها صينية او اسلقها. فكنت يعني بقاسي خالص من موضوع ان انا عايزة بطاطس للتحمير. فالنهاردة رحت بتاع الخضار اللي انا بجيب منه في السوق. فقال لي البطاطس دي بقى نزلت خلاص اللي هي التحمير. زي ما انتوا شايفين هي، يعني انا كمان لسه هقشرها لكم اهو. انا بجيب القشاره دلوقتي في اللحظه دي وبقشرها لكم. بصوا، اول ما تلاقوا اللحمه نفسها بتاعه البطاطس هي من جوه، اول ما تلاقوها بيضه بالشكل ده تعرفوا ان هي فعلا تحمير. وهو وراني البطاطس التانية اللي هي بتتلسع كده وهي بتتحمر وبتبقى مسكرة شوية وبتبقى طرية. لقيت ان هي فيها حاجات بني كده من بره، حتى لو كان فيها نقط اللي هي الحمرة دي. فما عجبتنيش خالص، فجبت منها دي وفعلا طلعت تحمير حلوة قوي. تمام. وبعد كده جبت دي، كانت الاتنين ب25، جبت ب50 جنيه 4 كيلو. جبت الليمون زي ما انتم شايفين كده دوت النص كيلو، جبته ب5 جنيه. تمام. الليمون الأيام دي حلو جدا، وبرضه سعره إلى حد ما حلو قوي، يعني الكيلو ب10 جنيه، وفي أماكن تانية بيبقى فيها التمانية يعني ب8 جنيه. جبت خيار، والخيار كان الكيلو ونص ب10، وجبت طماطم دي كانت ب6 جنيه. حلوة جدا اللي هي الطماطم من الأيام دي، حلوة ومسكرة وحلوة قوي. والبلح دي بتبقى نوع حلو قوي ان انتي تعمليه صلصة وتحطيها في الفريزر، يعني بتديكي نسبة كبيرة عالية من الطماطم اكتر من التانية اللي هي بتبقى مدورة دي. دي بتبقى فيها مية اكتر. جبت جزر. الجزر الكيلو ونص ب10، انا جبت كيلو الا ربع ب5 جنيه. ما بجيبش كتير، على قد السلطة بتاعتي او على قد لو الولاد هياكلوه كده اغسله واعمله لهم صوابع وياكلوا كده عادي. ما بحبش اللي هو الخيار الكبير قوي ولا الصغير قوي، انا بجيبه وسط كده حلو. وزي ما قلت لكم كان الكيلو ونص ب10. الخضرة طبعا خضرة الشتاء، انا قلت لكم الفيديو اللي فات ان خضرة الشتاء من الحاجات الحلوة قوي اللي بتبقى في الموسم ده بتاعها، وينفع ان انتي تخزنيها في الفريزر كمان، طعمها حلو قوي وتستحمل التخزين. دوت بقدونس، انا بعشق البقدونس. بحبه جدا لان انا كمان من النوع اللي اكلي انا بحبه مالح شوية وباكل مخللات كتير وكده. فعندي دايما احتباس مية كتير بيبقى في جسمي، فعلشان اتخلص من الموضوع دوت او اوازن، فدايما بجيب البقدونس وباكله مع كل السلطة بتاعتي او كل الاكل بتاعي حتى لو مفهوش سلطة. وكمان ممكن ان انا اغليه كده واشرب المية بتاعته، حلو قوي. وبعد كده جبت بقى الشبت وبقدونس، وكمان جبت هنا جرجير، كان عندي بصل اخضر وفجل من المرة اللي فاتت. الخضار يعني دايما بجيبه، مش لازم بالاسبوع. يلا بقى نشيل الحاجات دي ونشوف ايه تاني انا جبته. لان انا في الشتاء معروف عني ان انا بهتم شوية اكتر بالفاكهة عن الخضار كمان. اولادي بيحبوها، وعلشان يعني الاستفندي والبرتقال يمكن اكتر حاجتين انا بجيبهم، والجوافة علشان نزلات البرد لا قدر الله في الشتاء والكلام ده كله، وفيتامين سي والحاجات دي. فدايما هتلاقوني بجيب برتقان واستفندي بكميات يعني الى حد ما شاء الله كويسة. يعني انا لازم عندي كده يوميا يكون في فاكهة وخضار، اسبوعيا شهريا. دايما مهتمية بالحتة دي، علشان اولادي لسه صغيرين وبيبنوا جسمهم يعني، ومحتاجين العناصر الغذائية المفيدة دي يعني.
زي ما انتم شايفين شكل الاستفندي كده يفتح النفس ما شاء الله، حلو جدا، مسكر قوي. اللي تيجي تختاره طبعا اكيد في ناس كتير قوي عارفين المعلومة دي، تختاريه اللي هو القشرة بتاعته من بره بتبقى خشنة، عكس طبعا البرتقان لازم تجيبيه القشرة بتاعته ناعمة وبتلمع كده، تعرفي ان ديت بجد هتبقى طعمها حلو قوي. تمام، بقول لكم القشرة هنا الناشفة او الخشنة، وهنا القشرة الناعمة. انا جبت من الاستفندي دوت كان ال2.5 ب10، جبت 5، وكمان جبت 4 كيلو برتقان لان كان ب5 جنيه الكيلو. جبت الجوافة دي يعني احنا بنحبها جدا في البيت، وانا كمان بحبها قوي ان الولاد تاكلها، واعملها لهم عصير بلبن على طول. الجوافة دي ب10 جنيه، انا جبت منها 3 كيلو. بقول لكم ان انا جبت منها صغير ومنها كبير، ورغم ان هي خضرة تبان لكم ان في منها اخضر، انما هي مسكرة جدا، لاني بجيبها من حد معين انا في السوق بجيب منه، ودايما حاجته بتبقى حلوة قوي، يعني مجرباها سنين مش ايام او مرة او اتنين. البلح دوت احنا برضو بنحبه جدا، وجبته زي ما انتم شايفين الحباية بتاعته كبيرة شوية، هو طبعا متطرب بطريقة مش قادرة اقول لكم، محتاج غسلة جامدة قوي. و ما بحبش، هو فيه منه مصفر كده شوية، بس انا بحب اللي هو لونه برتقاني كده، والحباية بتاعته كبيرة بتبقى حلوة ومسكرة. المستوي منه انا بحبه جدا، بس المرة دي انا ما جبتهوش عشان جايبة فاكهة تانية. الكاكا، وانا من عشاق الكاكا، بحبها جدا جدا وجميلة على قلبي قوي. ما كنتش بحبها خالص ومش باكلها ابدا، بس من بعد وفاة والدتي الله يرحمها اول مرة تدخل في البيت عندنا، فكنت مع اخواتي وهم جابوها، هما كانوا بيحبوها، ووالدتي كانت بتحبها جدا، فانا يعني من كثر حبي في امي قلت لهم انا عايزة اكل الحاجة اللي هي كانت بتحبها. ف يعني جبت واحدة وكلتها ولقيتها فعلا طعمها حلو قوي، فعرفت قد ايه هي، علشان الله يرحمها كانت بتحبها، لقيناها فعلا فاكهة حلوة قوي، ومناسبة لمرضى السكر، ما بترفعش ضغط السكر في الدم والكلام ده كله، حلوة مفيدة، اقروا عنها، هتاكلوها على طول دايما في الشتاء. جبت فشار وجبت لسان عصفور، وهي دي بقى المشتريات بتاعتي بتاعت الأسبوع، تكملة للفيديو اللي فات، أو تكملة للمشتريات بقى يعني ايه اللي كانت عندي. كان عندي بتنجان وعندي فلفل وشوية حاجات كده في التلاجة، فجبت شوية الحاجات دي تكمل بقى بقية الأسبوع معايا. لو عجبكم بقى الفيديو وايه رأيكم في الأسعار، اتضحك عليا ولا لأ؟ الكوكو على فكرة ب10 جنيه، والبلح الاتنين ب25. فلو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد، ومع السلامة، ومنتظرة كومنتاتكم الجميلة.